السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، واهلا بيكم في سلسلة عمل اللحوم المصنعة. عملنا قبل كده معاكم البلوبيف في البيت بدون جيلاتين. النهاردة هنعمل بقى مع بعض فيديو الصدوق. هدفنا ان احنا نعمل كل اللحوم المصنعة اللي بنشتريها من بره في البيت بأسهل طريقة، وتكون نظيفة ومضمونة، ونبقى عارفين ايه الحاجات اللي بناكلها. بس قبل ما نبدأ، تعالوا ناخد شوية حسنات مع بعض ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقول بسم الله. وأول حاجة معانا هنا هي 100 جرام من اللي هي الضاني المتجمدة في الفريزر. أنا كسرتها بس بالسكينة كده علشان لما أجي أحطها في الكبة تكون سهلة وتتفرم معايا بكل سهولة. هنحط معاها كمان معلقة كبيرة من التوم المفروم. لو عندك توم فريش حطي بقى 6 فصوص كبار من التوم. انا هفرم التوم مع اللي الضاني، او لو ما عندكيش ليا ضاني ممكن تجيبي 100 جرام من البوش او الدوش. يعني دهنة العجل نفسه. تمام. طيب عندي بقى كيلو من اللحمة المفرومة. تمام. ايه الاضافات بقى اللي هنضيفها على اللحمة علشان تدينا طعم الصدوق؟ اول حاجة عندي معلقتين كبار من بهارات الصدوق. بهارات الصدوق دي موجودة عند العطار، يعني متوفرة. أهم حاجة تجيبيها من عند عطار موثوق فيه علشان يكون جودتها كويسة. هننزل بقى باللية اللي احنا فرمناها هي والثوم، وهننزل بقى بنص معلقة كبيرة من الملح، وكمان معلقة كبيرة من البابريكا، ونص معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، وكمان هنجيب كوباية إلا ربع من المية، مية عادية من الحنفية، وهنحط عليها نقطتين من اللون الأحمر الجل. ده لون غذائي بيتباع عند العطار أو مستلزمات الحلواني، بيبقى موجود. احنا بس هنحط نقطتين علشان نعزز اللون. حابة تستغني عنه استغني عنه تماما. طبعا انتوا عارفين هم الجزارين اللي هم ايه اللي مش قد كده يعني، بيحطوا ليه لون احمر على اللحمه المفرومه، لان هي اصلا ما بتبقاش لحمه مفرومه، بتبقى حاجات تانية. طبعا احنا جايبين لحمه مفروم صافي. تمام. طيب تعالوا بقى نحضر الهنك اللي هنحشي فيه الصدوق بتاعنا. ده هنك الضاني او هنك الخروف. بيتجاب من عند مين؟ بيتجاب من عند الجزار، او لو انتي بتذبحي في عيد الاضحى بتطلع لك طبعا الامعاء بتاعه الخروف. بننضفها ونغسلها كويس جدا بالميه والليمون والملح والدقيق وكل حاجه. وبعد كده بقى ايه، بنبتدي نقسم الهنك بتاعنا لاجزاء بالشكل ده، اجزاء طويله الى حد ما. وبعدين بقى بنجيب قمع. ده قمع بتجيبيه بيتباع عند المحل بتاع المستلزمات الادوات المنزليه. تمام. قولي له عايزه قمع صدق. تمام. وبتبتدي تلبسي فيه الصدق بالشكل ده. انا طبعا حاطه الصدق في ميه علشان يكون سهل عليا ويتزحلق كده جوه القمع بتاعي. تمام. دي الحته اللي بقيت بره اهي، انا هسيبها مش هقطعها، وهحشيها وهقول لكم نحشيها ازاي دلوقتي. تمام. هنمسك بقى بالشكل ده ونبتدي نحشي الصدق بتاعنا بكل سهوله. طبعا الميه اللي احنا حطيناها على الصدق دي هتسهل ان الصدق يتزحلق كده من القمع وينزل جوه الهنك بتاعنا. المية دي مش هتأثر على أي حاجة خالص، بالعكس هي هتخلي اللحمة تتزحلق معاكي والصدق يتحشي بكل سهولة. شايفين بيجري معايا ازاي؟ أنا أول لما بحشي حبة ببتدي بقى أوصلهم لأول الهنك كده، وبعدين بكمل عادي. بمسكه بين ايديا بين صوابعي، وببتدي ازق بالايد التانية الصدق علشان يتحشي معايا بكل سهولة. شايفين الوضع سهل جدا جدا. على فكرة الهانك ده أحلى فترة تشتريه فيها هي فترة عيد الأضحى. يعني بيبقى طبعا جزارين بقى دابحين ضاني كتير وكده، فممكن تلاقيه متوفر بكثرة وقت عيد الأضحى. تمام. تشتريه بقى تعملي فيه ايه؟ هتغسليه كويس جدا، وبعد كده هتقسميه على مرتين او ثلاثة، لان الهنك بتاع الخروف بياخد حوالي تقريبا كده 5 ل6 كيلو لحمة. تمام. فانت بقى قسميه على حسب، يعني ممكن كل شهرين مثلا تطلعي تعملي حبة صدق حلوين، فهتقسميه على حسب إيه احتياجاتك. انا كده خلصت حشو اول جزء. شايفين سهل ازاي؟ هبتدي بقى امشيه بين ايديا كده علشان اتاكد ان مفيش لحمه زياده. اديني طلعت الجزء الزياده اهو. هبتدي امسك طرف هنك واربطه بالشكل ده، وهنبتدي نمسك الصدق بقى من النص كده، وهنبتدي نقسمه بالنص بالشكل ده، بنلويه على بعضه. تمام. وبعد كده بناخد مقاس الصدق، وبعد كده بنلوي الاتنين التانيين على بعض بالشكل ده.
مش محتاجين بقى ان احنا نضفر الصدقايه، ان احنا نشيل ونحط نشيل ونحط زي الضفيره كده، على لان احنا في البيت، يعني احنا مش هنعمل شو، مش هنعلقه. انت مجرد اول لما تخلصيه هتحطيه على طول في علبه وتشيليه في الفريزر، وتقسميه على قد احتياجاتك، او في كيس، في كيس تلاجة، وتحطيه في الفريزر على طول. يعني الموضوع مش محتاج ان انت تقعدي تضفري، يعني مجرد ان انت تلويه على بعض كده، انت بس بتقسميه علشان تحددي طول الصدقية مش اكتر. تمام. اهي بقى اتبقى عندي اهو حتة تحت كده، هشيلها تاني، هشيل اللحمة الزيادة منها. تمام. وابتدي اربط الصدق من تحت بالشكل ده. هنشيل بقى اللحمة الزيادة دي علشان نحشيها تاني، وهنقص الباقي من الهنك بتاعنا، الحتة اللي تحت دي خلاص مش عايزينها. شايفين اتعمل بكل سهولة. صدق في البيت عملتيه بطريقة سهلة جدا جدا. بصوا جميل. عارفة محتوياته ايه؟ مش طبعا الحاجات اللي ملهاش لازمة عند الجزار وبيحطها في المفرمة وبيحشي اي حاجة. لا، احنا عارفين بنأكل ولادنا ايه، وخصوصا اللحوم المصنعة. عايزة بقى اقولك حاجة كمان، ان الصدق مش بيتحط له بصل. تمام. ولا بيتحط له ايه خضرة، ولا بيتحط له اي حاجة من دي خالص. مجرد شوية بهارات على اللحمة. كمان عايزه اقول لك حاجه تاني، انك بعد لما بتحطي البهارات على اللحمه المفرومه مش بتديها فرمه تاني في الكبه. بمعنى انك بعد لما تحطي الاضافات اللي انتي حطيتيها دي ما تديهاش فرمه تاني في الكبه، مش هتنفع. مش هيبقى صدق، هيبقى اسمه كفته جوه هنك يعني. تمام. يبقى ولا بصل ولا اي اضافات تانية. حابه بقى تحطي فلفل احمر رومي، ممكن تفرمي كده يعني واحدتين تلاتة كده، تفرميهم في الكبة فرم ناعم، وبعد كده تحطيهم في الصدق. ولكن هي دي الطريقة الأصلية اللي بيعملوا بيها الصدق في محلات الجزارين النظيفة جدا جدا. لو عملتيها في البيت مش هتكلفك حاجة، بالعكس هتعملي حاجة نظيفة، وطريقته سهلة جدا جدا. هنشيل بقى الزيادات زي ما احنا متعودنا، احنا بناخد مقاس الصدق وبنشيل الزيادات بالشكل ده. وطبعا هتقسمي على قد الوجبة بتاعتك، كل حبة كده في طبق او كيس من اكياس التلاجة، وتشيليه في الفريزر مباشرة. احنا ولا هنعلقه ولا هنعمل شو ولا هننزل المية دي، المية اللي احنا حطيناها دي مش هتأثر اطلاقا اطلاقا على جودة الصدق بتاعنا. شايفين الكمية اللي طلعت معانا؟ بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا جدا. تعالوا بقى نجربه ونشوف هنسويه ازاي. هنجيب ربع كوباية من المية في طاسة كده، وهننزل بقى بالصدق بتاعنا اللي احنا عايزين نسويه، وعلى نار عالية كده هنسيبه يغلي بالطريقة دي. هنديله تقليبة كده علشان نتأكد ان اللحم والهنك استووا مع بعض. اهم حاجة نسوي اللحمة كويس، لان التحمير مش كفاية علشان يسوي الصدق. تمام. لازم حبة مية في الاول. هتلاقيه شرب ميته وابتدى ينزل كمية الدهون اللي فيه علشان يتحمر فيها ويديك اللون الجميل ده والقوام الحلو ده. شايفين الصدق مكشش ازاي؟ عشان ما فيهوش حاجات تانية، هو عبارة عن لحمة. شايفين اللون؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا. لو عجبك الفيديو وصلتي معايا لحد هنا، ما تبخليش عليا باللايك، ونوريني بالاشتراك في قناة صنعة في المطبخ مع أميرة الطاهر علشان يوصلك كل جديد. واكتبي لي كومنت حلو منك تقولي لي ايه رأيك. شكرا للمشاهدة.